السلام عليكم. الكثير سمع عن الأونر وعن قوة التحمل فيه. طبعا بالنسبة للتحمل اللي في الأونر هذا، أنا ما شفت أي جهاز يتحمل أكثر من كذا. الجهاز يتحمل، يمكن طاح مني من مسافة أكثر من متر في الأرض، في الزفلت، فوق حجار، فوق هذا، يمكن أكثر من 1000 مرة. ليش؟ لأني أنا واثق إنه هنر ما يكتسر. وبالنسبة للاستخدام، بالنسبة للاستخدام والكرف، أكرف وكرف، ما في جهاز يتحمل زيه نهائيا. بس اليوم نهاية الكرف هذا. نهاية الكرف إيش؟ اليوم طاح وأنا ماشي، مش طاح واكتسر، لا، أي واحد يطيحه من يده ويكتسره، لا، بس بعد ما طاح جت السيارة دعسته دعستين كذا. هو فوق الزفلت بهذه الطريقة، فوق الزفلت، وفي الزفلت مش مستقيم، مش ناعم، الزفلت فيه حجر كبير كبير، وجات السيارة بالكفر الأول مشت عليه، وبالكفر الثاني ومشت عليه، عشان كذا اكتسر أخيرا. يعني أنا بالنسبة للطيحات ما كنت أخاف عليه من أي طيحة، من أي طيحة. طاح من عندي 1000 مرة، وبعض الطيحات تكون بالعنية، ما تكونش من غير عنية. بس اليوم خلاص الطيحة الأخيرة. هنا كما تشاهدون هذه أثر الحجر اللي كانت في الزفلت. هنا حجر، هنا حجر، هنا حجر، وهنا حجر، هنا حجرين صغيرة، وهنا حجر، وهنا حجر، وهذا برضو حجر. طبعا إيش بسوي معاه الآن؟ حاليا أنا بوديه على الضمان، لأنه الضمان فيه صيانة لمدة 24 شهر. هنا كما تشاهدون هذه شروط الضمان. الضمان استبدال لمدة 30 يوم، هذا الاستبدال بعد 30 يوم. أنا حاليا عندي 14 شهر. طبعا مرة واحدة ضمان الشاشة لمدة 6 شهور، الشاشة ضماني لمدة 6 شهور. عندي إيش الثاني؟ صيانة لمدة 24 شهر. الصيانة طبعا أنا يمكن إذا وديته يمكن أنا أتحمل قيمة الشاشة، بس الصيانة والهذا عليهم. غير كذا عندي مرتين شاشة حماية مجانا. طبعا أنا ما غيرت عندهم شاشة حماية ولا سويت عندهم مرة قبل كذا. خدمة الإصلاح البريدي مجانا، ضمان داخل عدة دول مختلفة. أنا حاليا ما جربت الضمان حقهم هذا، بس أول مرة بوديه على الضمان. ليش؟ لأنه عندي الضمان وعندي الفاتورة وعندي كل شيء، بوديه على نفس الضمان. طبعا إذا كان شخص ما عنده ضمان، فين يوديه؟ يتواصل مع الوكيل نفس الوكيل يفتح صفحة أونر المملكة العربية السعودية مثلا، ولا في أي دولة، ويدخل على نفس الصفحة حق الدعم الفني، ويراسلهم، يشوف أقرب فرع لعنده ويوديه. وخاصة إذا كانت الأجهزة من هذه الفلاج شيب، لأنه المحلات الدكاكين اللي هنا ما عندهم قطع غير الجوالات الفلاج شيب، يمكن عندهم قطع غير الجوالات الرخيصة، شاشات، قطعة شاحن، حاجات بسيطة. لكن زي هذا الفلاج شيب إذا أردت مثلا تحتاج مثلا ماكينة، ولا تحتاج شاشة ولا شيء، المحلات الصغيرة هذه ما توفر، لأنه صعب إنها توفر وما تمشي. هذه الحاجات لازم توديه للشركة، ولازم توديه للضمان. إذا ما كان في الضمان توديه للوكيل مباشرة، هي أفضل طريقة. حاليا أنا بودي على الضمان، هذا الضمان اللي جاء معاه لما اشتريته جديد. طبعا بشوف الضمان إيش يطلب مني. إذا طلب مني مبلغ، إذا طلب مني قبل كل حاجة لازم يفحص الجهاز، لازم يشوف الأضرار اللي فيه، إذا كان الشاشة، إذا كان في حاجة غير الشاشة، وبعدين يتواصل معك، يقول لك مثلا يحتاج كذا، يحتاج كذا، يكلفك كذا. انت بعدين اذا كان الضمان مثلا، الضمان ما يشمل الكسور هذه، الضمان يشمل هنا عندك الشروط واضحة. يعني الاستبدال يكون في 30 يوم مرة واحدة، ضمان للشاشة لمدة 6 شهور، الشاشة يضمنها 6 شهور. أنا حاليا أكثر من 6 شهور، أكثر من سنة أيضا. طبعا الشاشة مرة قوية جدا جدا، بالنسبة للطيحات، بالنسبة لأي شيء ما تنكسر نهائيا. أنا انكسر معي عشان دعسته سيارة فقط، إنه ينكسر من نفسه ولا بطيحة ولا شيء، لا. وبالنسبة للجهاز مقاوم للماء. طبعا بالنسبة الجهاز هذا التحمل عنده فائق جدا جدا، يعني بالنسبة لكل حاجة، حتى في التصوير عنده ولا أروع. الحاجة الوحيدة مثلا اللي أتعب معاها في التصوير إيش هي؟ أنا مثلا لما أصور صورة تكون الجودة عالية، أشوف في الجوال جودة عالية، بس لما أجي أرسلها في الواتساب الجودة تروح. لما أحطها في الحالات الجودة تروح. بعدين اضطريت إني أعمل الصور اللي كنت أصورها، عملتها في المدونة، وعملت بعض الصور، بعض اللقطات اللي كنت أخذها بالجوال جودتها ممتازة، عشان ما أقدر أرسلها في الواتساب
تقل جودتها. إذا كنت برسلها في الواتساب كنت برسلها بملف كامل، على ملف مش على صورة. بعدين عملتها في المدونة ما أدري هي تنحفظ بنفس الجودة واصل ولا بعد فترة تنخفض الجودة. بس حاليا أنا لما نشرتها في شو اسمه في المدونة كانت بجودتها العالية. الجهاز شغال حاليا شغال، هي تقريبا الشاشة فقط اللي انكسرت، لأنه حتى بعد ما طاح مني وحتى الآن زي كذا إذا ركبت الشريحة فيه يتصل عادي، ما في أي مشكلة، والشبكة شغالة كل حاجة شغال، بس الشاشة اللي راحت. بالنسبة لتكلفة الشاشة تقريبا تكلفة الشاشة على ما شفت أنا بعلي إكسبريس، هي الموقع الوحيد اللي عنده تقريبا علي إكسبريس. تقريبا الشاشة في حاجة اسمها شاشة، في حاجة اسمها شاشة مع الإطار، لازم نركز. الشاشة تقريبا حدود 600 700، هذا بموقع علي إكسبريس. ما أدري إذا كانت الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية ولا لا. طبعا لازم أنا أوديه هنا عند الوكيل على الضمان، بعدين أشوف يمكن هنا السعر أكثر، هنا لازم يكون أكثر طبعا. أنا لو جبتها مثلا من موقع علي إكسبريس بركبها عند مهندس، بيكون على مسؤوليتي أنا. الشاشة إذا كان فيها غلط، إذا كان فيها مثلا الموديل يختلف ولا شيء، برضو أنا بتحمل، لأنه لازم أرجعها لنفس هذا، وما أدري هو يقبلها ترجع ولا لا. لازم أتأكد إذا كنت بطلب أي شاشة ولا أي قطعة من علي إكسبريس لازم أتأكد من الموديل، لأنه في بعض الناس طبعا في أجهزة تكون نفس الشكل نفس الموديل بس يختلف في رقم الموديل، لازم أتأكد منه. بالنسبة للتحمل الجهاز ما يحتاج إنك تركب له كفر ومدرع وحاجة زي كذا وتكبره أكثر من حجمه. الجهاز يتحمل كل حاجة، يتحمل الكسر، يتحمل الصدمات، يتحمل كل شيء. الحاجة الوحيدة اللي تكسره زي كذا لما تكون قوة جبارة زي هذه. طبعا السيارة دعسته مرتين بالكفر الأول والكفر الثاني مش مرة واحدة، ويمكن لو كان الجهاز بهذه الطريقة وصل الكفر مشي من هنا ما أعتقد إنه كان بيتكسر كذا، بس كان الجهاز كذا فوق الحجر. هذا الزفلت والجوال بهذه الطريقة والسيارة مشت من هنا. ما كنت متوقع ولا 1% إني أستخدم الضمان، وكنت رامي الضمان، بس اليوم دورته لما حصلته. عشان كذا بالنسبة للجهاز الجهاز يتحمل من الآخر، الجهاز للكرف، إذا كنت بتكرفه أكرفه ما يحتاج، يتحمل ضد الكسر ضد الماء ضد كل شيء. هذا إذا كان بالوكالة. طبعا إذا انفتح الجهاز وتغير فيه أي حاجة ما عاد بيكون محمي من الماء، إلا إذا كان الوكيل نفسه هو اللي فتحه هو اللي يضمنه، ويقول لك مثلا إذا كان الجهاز لازال إنه يضد الماء وكل الغبار والتراب. لكن في بعض المحلات إذا رحت تفتح عند راعي المحل أي محل ثاني وفتح الغطاء هذا وغير لك قطعة الشاحن ولا غير لك بطارية ولا شيء، خلاص الجهاز بيصير مش ضد الماء. لازم تضرب حسابك في الشيء هذا.